الوزارة بترد بقوة على كل اللي قال احنا اتظلمنا وان دي مش مجامعنا، وبتقول لك ان نماذج الاجابة بتاعت الوزارة هتكون موجودة خلال ساعات، ومن خلال نماذج الوزارة اللي هتنزل في كل مادة دي هتقارنها باجاباتك اللي كانت في امتحان الثانوية العامة، وهتعرف انت كنت تستحق تنقص كام بالظبط. ولو انت شايف ان دي مش درجاتك، بعد ما تراجع نماذج الاجابة بتاعت الوزارة وتعرف ايه بدرجة وايه بدرجتين، وتعرف مجموعك الاصلي 100%، ساعتها تقدر تروح تعمل التظلم. وهينزل لك فيديو بالليل الساعة 12 عن التظلم وكل حاجة فيه، وازاي تعمله، وازاي تاخد درجاتك من التظلم، وهل بتاخد درجاتك ولا لا، واصحاب اللي خدوا درجات من التظلم. فتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس عشان لما الفيديو ده ينزل يوصل لك اشعار بيه. طيب، الحركة كويسة جدا من وزارة التربية والتعليم، بتأكد ان الوزارة بتقول ان مفيش طالب ما خدش المجموع اللي يستحقه. ولو اني شايف غير كده، يعني انا شايف ان في طلاب كتير اتظلمت، بس كل حاجة هتبان. الوقت نماذج الوزارة نزلت والناس اكيد فاكرة هي حلت ايه بالظبط، فالطالب فاكر هو حل ايه، فيقدر يحدد هو جاب كام في المية بالظبط. وساعتها طالما الوزارة عملت الحركة دي بالذات، يبقى اللي عمل تظلم في مادة هياخد درجته في المادة، اللي عمل تظلم او هيعمل تظلم في المادة هياخد درجته، لانه هو عارف هو حل ايه، وساعتها هيبقى عارف هو هيجيب كام بالظبط. فيا جماعة وفروا فلوسكم دلوقتي وما تعملوش التظلم الا لما تتأكدوا 100% انتوا كنتوا تستحقوا تجيبوا كام في المية. الوزارة هنا بترد على كل الناس بشكل عبقري، انها تنزل نموذج الوزارة اللي كنا مفتقدينه اخر سنتين دفعة 2021 دفعة 2022 ما نزلهاش نموذج اجابة من الوزارة. ولكن الدفعة دي بسبب كتر المشاكل وكتر الهاشتاجات المتفعلة، وان الطلبة حقها ضاع، وان الامتحان الكيمياء صعب، الاحياء صعب، الفيزياء تسرب، الانجليزي جه صعب، الجيولوجيا كان خبيث، كل ده سبب ان الوزارة ما عادتش متحملة ضغط الطلاب وضغط الاهالي، فخلت ان نماذج الوزارة هتنزل خلال ساعات. تقدر تستفيد ايه من نماذج الوزارة؟ تعال اقول لك. انت دلوقتي طالب جاب 70% زي اغلب النتائج، وانت شايف انك كان مفروض تجيب 85%، فهتقوم جاي دلوقتي نموذج إجابة امتحان العربي وقارنه بإجاباتك، نموذج إجابة امتحان الأحياء وقارنه بإجاباتك. ولو لقيت إنك ليك نسبة معينة هتفرق في مجموعك، أو إنك تخش كلية محترمة طبعا بلا شك، لازم تعمل تظلم، وساعتها هتاخد درجات. مستحيل يا جماعة، مستحيل الوزارة تكون نزلت نماذج إجابة وتقول لك مش هتاخد درجتك في التظلم. مستحيل، ده هما كده بيفتحوا خط نار مش هيتقفل عليه. في ايه؟ انت نزلت لي نموذج وزارة عشان الطالب يعرف هو يستحق ينقص كام بالظبط، وفي ايه لما الطالب عرف انه لسه ليه درجات يبقى هتقول له مالكش درجات هتاخدها من التظلمات؟ هنا الوزارة ده خبر مفرح جدا ليكم بصراحة، وحاجة كويسة جدا ما اتعملتش بقالها سنتين في الثانوية العامة. فالطالب دلوقتي يقدر يقارن اجاباته بنموذج الوزارة ويعرف هو كان يستحق ينقص كام بالظبط، وساعتها يقدر يقرر هيدفع 200 جنيه حلال يستحقوا يدفعوا في التظلم، ولا هيلاقي ان الوزارة كلامها صح وان هو ما اتظلمش في المجموع، وساعتها يسكت. طبعا الوزارة انا الصبح كأنهم قرأوا البوست لما قلت ان لازم ينزلوا نموذج اجابه، ونبقى عارفين كانهم بيردوا عليا بيقولوا لي ادى النموذج الاجابه وهنخرسك زي ما انت قلت في البوست. فهنشوف دلوقتي هل هتخرس فعلا، ولا هل الطلاب دي مظلومه وهيبقى ليها درجات. بالمناسبه لو الطلبه طلعت ليها درجات يبقى كان في ظلم في 2021 وفي 2022، يا اما ما كانش في ظلم لا في 2021 ولا في 2022. ليه بقى؟ لان دلوقتي الطلبة كلها بلا استثناء بتقول احنا اتظلمنا، وانا واحد من الناس شايف ان في ناس اتظلمت. لما الطالب يعرف هو يقارن اجاباته بنموذج الوزارة هيعرف هو اتظلم ولا لا، وساعتها يا هتلاقي الكل سكت، يا هتلاقي الكل قام بانتفاضة على الوزارة اكتر واكتر، وان الطلاب اتظلمت وراجعوا الاجابات
على نموذج الوزارة. انت دلوقتي كنت بتراجع اجاباتك على تليجرام وعلى مدرس بيحل يوتيوب وما انتش عارف الحل ده صح 100% ولا غلط. انما لما ينزل لك نموذج وزارة كامل للاسئلة المقالي والاسئلة الاختياري هتعرف انت تستحق تنقص كام بالظبط، فساعتها محدش يقدر يقول لك تلت التلاتة كام، فكل اللي انت تستحقه هتاخده. دلوقتي دي رسالة طمأنينة لكل الناس. انت دلوقتي طالب جاب 50 جاب 60 جاب 70 جاب 80، ولو ليك درجة واحدة بالتظلم هتاخد درجاتك، لان لو مش هتاخد درجاتك الوزارة ما كانتش نزلت نماذج الإجابة. السنتين اللي فاتوا كنت كل ما تطلب نموذج إجابة من دكتور طارق شوقي ما كانش بيعبر حد وما كانش بيديك نموذج إجابة وما كانش فيه الكلام ده نهائي. الطالب يقعد والنبي عايزين نموذج وزارة والنبي عايزين نموذج الإجابة، نعرف اتظلمنا ولا لا، وفي نفس الوقت نوفر فلوس التظلمات. ما كانش حد بيسمع وكانوا عاملين من بينها ومحدش نزل نموذج إجابة رسمي. إنما دلوقتي بيقولوا نعم لاستجابة لآراء الطلاب وأولياء الأمور وبيستجيبوا لنا أخيرا، والحمد لله هينزلوا لكم نموذج الوزارة خلال ساعات. فساعتها الطالب يا جماعة، انت دلوقتي طالب بتشوف الفيديو ده، انا متأكد انك بتشوفه بكل بهجة. ليه بقى؟ انت دلوقتي قاعد الحمد لله هينزلوا لنا نموذج وزارة، انا جبت 50% بس، تعالي لي يا وزارة انتوا اللي هتنزلوا له نموذج الإجابة. انا متأكد ومراجع، انا شفت تعليق من شوية، انا راجعت كنت استحق اجيب 93 لقيتها في النتيجة 79%. باقي الدرجات راحت فين؟ هقول لك. انا دلوقتي انت كنت حاسب 93 والوزارة ادتك 79، معنى كده انك فاكر نموذج الإجابة بتاعك انت اللي حليته في البابل شيت. قارنه دلوقتي بنموذج الوزارة وهتعرف انت كنت تستحق تنقص كام بالظبط، وهل الوزارة ظلمتك في درجة واحدة ولا ما حصلش الكلام ده. هنعرف دلوقتي احنا اللي ظالمين الوزارة ولا الوزارة دي صححوا بكل ضمير وكل طالب خد اللي يستحقه. فاتك كتير ما عدا القليل، كلها ساعات وهنعرف كل حاجة. دلوقتي يا جماعة الناس فرضا نموذج الإجابة نزل، تعال نحسبها. فرضا نموذج الإجابة نزل والطلبة عرفت واتأكدت 100% ان لها درجات، المطلوب منها تعمل ايه؟ المطلوب منها انها تعمل تظلم 100%، لان السنة دي هتكون مختلفة تماما عن اي تظلم يتعمل سواء في 2022 او في 2021. ليه بقى؟ لان في 2022 و2021 انت كنت بتروح للتظلم مش عارف اصلا نموذج إجابة ومش فاكر انت عملت ايه، وبيكون التظلم بعد اعلان النتيجة وبعد فتح باب التظلمات اللي هو بيكون بعد النتيجة ب 48 ساعة، وبتبقى رايح اساسا ناسي الاجابات. انما دلوقتي انت لسه في حموتها اهو، هتبقى عارف انت حلل ايه بالظبط، فساعتها تقدر تقرر 100% قبل ما تعمل التظلمات وتضيع فلوسك وفلوس اهلك. هتبقى عارف انت ليك درجات ولا لا. لو ليك درجات اوعدك السنة دي بالذات هتاخدها، السنة دي بالذات هتاخدها، لان الوزارة لو مش ناوية تديك درجات من التظلمات ما كانتش حطت لك نموذج إجابة رسمي. شيروا الفيديو ده في كل مكان يا جماعة، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان لما انزل لكم بالليل فيديو التظلمات يوصلك. وبس، ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.